لو عايزين تعرفوا الفراخ دي انا عملتها ازاي، اتفرجوا عليها في الفيديو. طريقة سهلة، شويتها على الفحم بطريقة قديمة بتاعت زمان بالشكل ده كده اهيت. اتفرجوا عليها في الفيديو واتمنى الفيديو يعجب حضراتكم. اهلا وسهلا بيكم. النهارده هعمل لكم فرخة مشوية بس بطريقة سهلة وبسيطة وبطريقة جديدة. حطها في محلول نقع عبارة عن مية، معلقتين خل، ليمون، بصلة مخرطة بالشكل ده كده، وشوية ملح، بالطريقة دي كده. دي محلول النقع بتاعها اللي انا بستعمله في اي فراخ او اي طيور. التتبيلة بتاعت الفراخ المشوية عبارة عن بصلتين، ليمونة، 6 فصوص توم ممكن تزودوا براحتكم، 4 حبات طماطم، 3 قرون شطيطة لو عندكم فلفل حطوا، لكن الشطيطة دي باردة. والتوابل عبارة عن ملح، نص معلقة كزبرة، معلقة 7 بهارات، معلقة بهارات شوي، معلقة فلفل أسمر، معلقة صغيرة. هنا حوالي 3 معالق خل. كل ده هنضربه في الخلاط ونفرمه كويس، وهنحط التتبيله دي على الفراخ. انا حطيت مكونات التتبيله في قلب شفشق الخلاط والتوابل وكله، بس هنعوز كوبايه ميه ازاز كده هنحطها عشان الخلاط بس يمشي التتبيله. التتبيله اهي بعد ما فرمتها في الخلاط. ودي الفرخه برضو بعد ما غسلتها من ميه النقع هندلق عليها التتبيله ونحط عليهم يجي 3 معالق زيت بس بالشكل ده كده اهي. كل ما تسيبيها اكتر هيكون احسن، تسيبها ساعتين 3 براحتك، بس كل ما يكون اكتر يكون احسن. نولع هنا عشان هنشوي الفراخ هنا بالشكل ده كده. بالشكل ده كده رصيت الفراخ على الشبكة بالشكل ده كده اهي. هنشويها بقى. يا سلام على الشوي، جميل بالفحم بطريقة روعة اهو. لو تشموا الريحة جميلة بالهنا والشفا اهي. شايفين اهي. قلبتها على الجنب التاني بالشكل ده كده. اتمنى الوصفة تعجبكم بالشكل ده كده اهي. بالشكل ده كده. دي الفراخ المشوية بطعم وريحة البيت، جميلة اهيت بالشكل ده كده. اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.